السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده عملنا صينية سمك مكاريل، كانت حلوة جدا في البرد الشتا ده، سمكية تدفينا. هنا اهوت معانا كيلو ونص من السمك المكاريل. طبعا هنغسله كويس جدا وهننضف كل المصارين اللي كانت فيه، وانا عجبتني السمكية البلطية ديت فقلت والله لازم اخدها واجرب طعم السمك السخنتن البلطي دوت اللي كل الناس بتقول عليه ان هو بيبقى فعلا مسكر قوي. هنا هو طبعا مسكنا السمك بتاعنا نضفناه كويس ونقعناه بخل وملح وليمون وشوية من الدقيق لغاية لما شلنا كل الزفارة بتاعته. زي ما احنا ما شايفين ان هو خلاص وصفيناه من ميته، بقى بجد ريحته كانت حلوة جدا، لان طبعا شلنا منه من كتر الزفارة بسبب محلول النقع اللي احنا حطيناه فيه، اللي هو عبارة عن خل وملح وليمون وسنة من الدقيق. هنا هو هنيجي بقى للخلطة بتاعتنا، ان احنا هنعملها الخلطة بتاعتنا الجبارة جدا اللي تنفع لكل انواع السمك. هي عبارة عن الجزر. اول حاجة طبعا حطينا الجزر معانا في قلب المبشرة علشان خاطر نبشره، لان الجزر ما كانش ينفع يتحط مع الكل لان هو بيبقى الجزر ناشف شوية. فانا طبعا حطيت الجزر في الاول خالص عشان خاطر يتبشر معايا بكل سهولة. وبعد كده هنزل ببصلاية برضو هنبشرها. انا عايزة كل الخليط بتاعي يكون مبشور، مش عايزة الخليط بتاعي يكون معصور. نزلنا نقط بقرنين فلفل حار، اللي حابب يستغنى عنه يستغنى عنها مفيش مشكلة. وبعد كده قطعنا برضو الكزبرة بتاعتنا دي حوالي نص حزمة من الكزبرة. وبعد كده نزلت ب4 فصوص من الثوم. وبشرت كل المكونات بتاعتي مع بعضيها بالطريقة دي. انا لغاية دلوقتي محطتش ملح ومحطتش بهارات، لان انا كنت عايزة المكونات بتاعتي تتفرم الاول وبعد كده احط بقية المكونات اللي انا هحطها. نزلنا ب3 طماطميات. وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا هتكون عبارة عن 1.5 معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من الكمون، ومعلقة كاملة من بهارات السمك، وكمان هننزل بنص معلقة من الفلفل الاسمر. وهنبتدي ان احنا نضرب كل المكونات ديت في بعضها. زي ما احنا ما قلنا احنا مش عايزين نعصرهم، احنا عايزين نبشرهم بس، عشان كده احنا حطينا الطماطم في الاخر. علشان خاطر الطماطم لو كنا حطيناها في الاول كانت هتتعصر معانا وانا ما كنتش عايزاها عصير. هنبتدي ان احنا نضرب كل المكونات دي كده اهوت مع بعضيها. كده خلاص المكونات بتاعتنا كلها اتضربت مع بعضيها وجهزت. زي ما انتم شايفين اهيت اكنها مبشوره بشر. دلوقتي طبعا هننزل ب4 ليمونات كبار. لو انت عندك الليمون بتاعك صغير تقدري تحطي 6 ليمونات، عايزه تزودي الليمون طبعا صينيه السمك بتحب الليمون جدا. ونزلنا كمان معاها ب3 معالق من الخل. هي طبعا لقطة الخل ما تصورتش لان للاسف الكاميرا كانت فاصله معايا. يبقى احنا كده نزلنا ب4 ليمونات ونزلنا ب3 معالق من الخل. هنبتدي ان احنا نقلبهم كده ببعضيهم، وهنبتدي بقى ان احنا نحشي السمك بتاعنا. في الطاجن البايركس بتاعي نزلت بحوالي 3 معالق من الخلطة ديت، حطيتهم في الطاجن البايركس من تحت، وحطيت كمان معاهم 3 معالق من الزيت. وبعد كده هبتدي ان انا احشي السمكية بتاعتي، وهنبتدي ان احنا نحطها عكس عكاس يعني بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. الخلطة دي طبعا يا بنات هتنفع لكل انواع السمك، حتى لو انت عايزة تعملي سمك سنجاري وعملتيه بالطريقة الخلطة دي بجد بيبقى طعمها حلو جدا. انا هنا يعتبر ان انا عملت الصينية بتاعتي زي طريقة عمل سمك السنجاري، بس مش سمك بلطي، سمك مكاريل عادي. ونوت اخر حاجه كده بقى معايا السمكيه البولت الصغنططه دي. بجد كان طعم السمكيه دي كانت حلوه قوي. انا اول مره كنت اجيب حجم السمك الصغنن ده، بس بجد عجبتني جدا طعمها. طبعا انا كنت محتاره احطها فين اساسا لان كنت خايفه عليها لا تتهري. هننزل بقى بقيه الخلطه بتاعتنا، هننزل على وش السمك من فوق. على فكره انا عملت كمان الرز الاحمر بنفس الخلطه ديت، وكانت مطلعه لي الرز طعمه حلو جدا. عندي هنا شرايح ليمون احنا مقطعينها هنحطها على وش السمك بتاعنا من فوق. وكمان عندنا ليمونتين عصرناهم على وش السمك. يعني احنا حطينا 3 ليمونات 4 ليمونات في قلب الخلطة. وكان عندي ايه لما مسكت الليمون بتاعتي قطعته شرايح، اللي هي اول حتة واخر حتة ديت هي ديت اللي انا عصرتها. يعني حطينا بتاع ايه ليمونتين كمان. وهننزل ب3 معالق من الزيت، وبعد كده نحطها في الفرن على درجة حرارة 200.
ما خدتش معانا وقت، هي يا دوبك بس بتاخد 10 دقايق في الفرن من تحت، وبعد كده هنشغل الشواية، يعني الموضوع كله اخد معانا ربع ساعة. وطلعت معانا صينية السمك بالجمال دي. بجد نزلت شوية صوص كان طعمهم روعة جدا. تقدري بقى تاكليه بالعيش زي ما انتي محبة، تقدري تعملي جنب منه رز احمر، بيبقى بجد طعمه حلو جدا. والسلام عليكم.